تعالوا مع بعض نعمل عشوة سريعة جدًا وسهلة جدًا، جدًا، ما تاخدش مننا كده 5 دقايق، 5 دقايق بالضبط تكون العشوة جاهزة، عشا بقى، فطار، اللي تحبيه، عشا حلو جدًا وسهلة جدًا، جدًا، وسريعة جدًا، جدًا. يالّا بينا كده نبدأ الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طالبة منكم كده كلكم تنزلوا تحت في التعليقات تصلوا على الحبيب المصطفى. وكمان ما تنسوش اللايك الجميل ويلا بينا نبدأ الوصفة. أول حاجة هنعملها معانا طماطماية، ثمرة من الطماطم، ثمرة من الفلفل الرومي، وكمان شريحة من اللانشون، وكمان بيضتين أو 4 بيضات أو 3 بيضات، البيض المتوفر عندك، عارفين إن البيض غالي أوي اليومين دول، فممكن كمان تستغني عن بيضتين وتعملي بيضتين 2. الوصفة دي كده تكفي ل4 أفراد. وكمان حتّة أو قطعة من الجبنة الموتزاريلا، لو مش موجود عندِك جبنة موتزاريلا ممكن تستغني عنها خالص، تمام. ممكن بقى كمان تستغني عن اللانشون لو مش بتحبيه. المهم الأساسي بتاع الوصفة بتاعتنا الطماطم والفلفل والبيض، الاتنين التانيين دول بقى اللي هو اللانشون والجبنة ممكن تستغني عنهم وتحطي أي بديل أنتِ حاباه في الوصفة بتاعتنا، تمام. تمام. أول حاجة كده قطعت الطماطم، طبعًا هي طماطماية واحدة قطعتها كده طرنشات، وقطعت كمان الفلفل طرنشات، واللهم صل على سيدنا محمد، اللانشون بتاعي شريحة كده واحدة بس من اللانشون تدّي طعم حلو كده للوصفة بتاعتنا، قطعتها كده مربعات أو مكعبات صغيرة، وكمان حتة الجبنة الموتزاريلا دي هي اللي كانت موجودة عندي في الفريزر طلعتها كده وقطعتها بالسكينة كويس. ويلا بينا كده نبدأ الوصفة بتاعتنا. كده خلصنا تقطيع كل المكونات بتاعتنا. يلا بينا كده كمان معايا بيضتين او 3 بيضات موجودين عندك، حطي عليهم كده شوية ملح وفلفل وطاسة على البوتاجاز كده بشوية من الزيت. ويلا بينا بقى وجبة صحية متكاملة ومغذية من غير بقى اي اضافات جنبها كده، تشبعك وحلوة جدا وسريعة جدا، وان شاء الله كده اولادك هيحبوها وانتي كمان هتحبيها، وينفع للسحور بقى وللفطار وللعشا، وبصوا ما اقولكوش. المهم ده كده كان الفلفل الاسود وعليه شوية من الملح وبس كده، مش هنحتاج اي توابل تانية معانا، شوية فلفل اسود وملح كده وخلاص وشكرا. اول حاجة طبعا حطيت الزيت في الطاسة بتاعتي ورصيت كده الطماطم الشرايح اللي انا حطاها كده جنب بعضها، بحيث ان اللهم صل على سيدنا محمد مفيش اي فراغات بين الطماطمايه والتانية، تمام. بعد كده حطيت الفلفل عليها، برضو رصيت الفلفل كده على الطماطم طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا النار عالية جدا على الطماطم بتاعتنا، تاخد كده لدعة من تحت، وعلى طول هنحط الفلفل على، عايزة اقول لكم ده على السريع. ما سبتش الطماطم لما تستوى او اي حاجة خالص، يا دوب بس كده الطماطم خدت لسعة معايا بسيطة، وحطيت الفلفل واللانشون ورش كده شوية ملح بفلفل اسود، وعلى طول بقى كده قلبت البيض بتاعي، قلبيه كويس كده مع الفلفل والملح. وبعد كده هنبدأ ان احنا نوزعه على الصينية بتاعتنا دي او الخضار اللي احنا حاطينه قدامكم ده. مفيش دقيقة واحدة وحطيت البيض على طول، نوزعه كده مع بعض. الطريقة سهلة جدا وان شاء الله مش هتاخد منك 5 دقايق ويكون معاكي احلى عشاء جاهز. خلاص كده حطيت البيض على الطماطم والفلفل واللانشون، ممكن تستغني عن اللانشون، ومش هقلب طبعا، بس وزعي البيض كده بالطريقة اللي انت شايفاها دي وما تقلبيش خالص. وطبعا النار بمجرد ما تحطي البيض على الخضار هدي النار خالص، يعني هديها بقى كده شمعة. وبعد كده هرص شوية الجبنة الموتزاريلا او هرشهم كده على الوش، ممكن تحطي جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، اي جبنة متوفرة عندك او حابة ان انت تضيفيها على البيض. المهم هتطلع في الاخر وجبة غذائية حكاية. اللهم صل على سيدنا محمد. في الوقت ده بقى هغطي عليها، وطبعا النار هادية جدا، شمعة شمعة، هدوا النار شمعة. بعد كده هتاخد معايا دقيقتين على النار، دقيقتين مش اكتر من دقيقتين، وبعد كده هشيل الطاسة عندي بقى بالبيض بتاعنا ده، واحطها كده على الشواية من فوق.
تاخد كده لون كويس، وبعد كده نقدمها وبألف هنا وشفا كده على قلوبكم. الوصفة حلوة جدًا ووصفة جديدة وسريعة وسهلة، وتنفع كمان في السحور لو زهقانين بقى من الفول والطعمية والجبن، كده تغيير تاكلي كده وتبقى حلوة كده ومشبعة. باتمنى الفيديو يعجبكم وباتمنى تستفادوا منه، ولو أول مرة كده تشوفوا القناة أهلًا بيكِ في قناتي، ووجودِك في قناتي طبعًا يسعدني شرف. هاستناكم كده تنوروني وتشتركوا في القناة، وبإذن الله نفيد ونستفيد مع بعض. ودي كانت وصفتي النهاردة، طبعا ده بعد ما طلعتها من الفرن وقلبتها كده على الطبق. ده الوش الظهر بتاعها، ممكن تقدميها بالطريقة دي وممكن تقدميها بالطريقة دي. يعني في الحالتين الشكل النهائي بتاعها حلو جدا جدا. في الحالتين الطعم بتاعها كمان جميل جدا، مش شكل بس، لا هي طعم وشكل بصراحة جميلة جدا جدا. يا رب كده أكون فدتكم النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. إن شاء الله تجربوها كده عملي وتدوقوها، وإن شاء الله تدعوا لي دعوة حلوة زي ما أنا بدعي لكم كده دعوة حلوة. ربنا يجبر بخاطركم جميعا، وانتظروني إن شاء الله الفيديو الجاي وأول تنظيفات رمضان. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.